سلوا دمع العيون وجرمي مسلم أحيا بديني. الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله تعالى، ماذا فعل هذا الشيخ الجليل؟ الشيخ سيد قطب أعدم بسبب كتاب معالم في الطريق، وسجن واعتقل وحكم عليه بالإعدام. وجاء ساعتها يا إخوة رئيس العراق ساعتها وترجى وأقسم على جمال عبد الناصر ألا يقوم بإعدام سيد قطب، وأنه سوف يأخذه ويذهب به إلى العراق، لأنه قد كان مسجونا. عبد الكريم عارف كان مسجونا وقد تأثر بكتابات الشيخ سيد قطب، فلما جاء إليه في سجنه وعرض عليه أن يذهب معه إلى العراق وسيعطيه كافة الصلاحيات، يقيم الشرع ويقيم الخلافة ويصدعون بالحق ويدعون إلى دين الله تبارك وتعالى، إلا أن الشيخ سيد قطب أبى ذلك تماما، وقال: والله جاهل من جاءت إليه الشهادة بعد 60 من عمره فيرفضها. أموت موحدا فلتقتلوني. وظل ثابتا على مبدئه وعلى فتواه. جاءوا إلى الشيخ سيد قطب بأخته في السجن، لأن أخته كانت ذا مكانة في قلب الشيخ وكان يحبها من كل قلبه، فجاءوا بأخته لتؤثر عليه لتستعطفه لما لها من مكانة وحب في قلب الشيخ سيد قطب. فلما جاءت إليه وألحت عليه أن يتراجع أبى الشيخ، ورأى رؤيا قبل أن يموت أن زلعة عسل قد انكسرت وهي مليئة بالعسل، قد انكسرت، فظل العسل يسير في الغرفة حتى خرج من بابها حتى ظل يمشي، فتأولها الشيخ بأن علمه الذي سوف يموت من أجله سينتشر حتى يصل جميع ربوع المعمورة، وبالفعل قد حدث وانتشر علمه. فجاء الشيخ وجاءوا به ليعدم، فجاءوا به من بعض المشايخ أو ممن ينسبون إلى العلم، فجاء إليه وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له الشيخ: وأنت آخر فصل في المسرحية. قال: تقول لي قل لا إله إلا الله وأنا أعدم من أجلها؟ فضحك الشيخ ثم مضى ونال الشهادة في سبيل الله. وأدعو الله في ليل السجون وأصرخ يا إله